الثقافة والعلم والمعرفة من جامعة المنيا، من رحاب جامعة المنيا. هنعيش مع حضراتكم وعدد من المثقفين موجودين معانا النهاردة، وكلاء بتجمعهم المحبة والحب والوحدة الوطنية. مشاهدينا الكرام، وزي ما وعدنا حضراتكم في المقدمة ان احنا معانا نقول مفاجأة اليوم من داخل جامعة، اللي بيسعدنا ان يكون معانا الاستاذ الدكتور عادل عبد الله، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. بنرحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. وجامعة رائدة على مستوى الصعيد عديدة بإذن الله. ان شاء الله تعالى باذن الله في خطة الجامعة وفي خطة كلية الزراعة خاصة بيبقى فيه بعض الأنشطة الطبية والزراعية والبيطرية لخدمة المجتمع، وده أعتقد هو الدور الأساسي اللي بينادي بيه رئيس الحلوة المرة. أصريت يكون معاك يعني نقول أحد الشباب الدكتور ناجي، يعني زميل عمل، ولكن الدكتور ناجي بالتأكيد كان له دور كبير جدا على فكرة في حصول كلية الزراعة. كمان لو هتكلمنا على الوحدة الوطنية والشغل الاتصال والمحبة ما بين إسحاق، يمكن نقول هذه الأرض وهذا الوطن لن يبنى إلا بسواعد جميع المصريين. دي حقيقة لا مفر منها، بس انها تعمم على باقي القنوات ان احنا بناخد نماذج حيه. بدايه طبعا انا برحب باستاذ اكتر من المسلمين، دي واقعه جريء في قراراته، يعني يمكن استاذ فاضل جدا، وانا سعيد ان انا اكون بجواره في اطار من الوحده. ننسى ونسامح، يمكن نيجي نلعب تسامح. جرس الكنيسه لما دق خلى القلب رق، صوت الاذان لما قام سيدنا، يعني ان الوحده الوطنيه في مصر نسيج واحد. ومن كليه الزراعه ومن جامعه المنيا في تطافر، في تلاحم. انا يمكن كان في روح واحده، في تسامح. يعني انا يمكن بشكر يعني كل العاملين في كليه الزراعه، الروح الواحده. من خلال برنامجنا يا دكتور بنروح القرى، بنروح النجوع، بنقعد مع الناس الكبار. التطرف لكن ده على ارض الواقع غير موجود للاسف شديد جدا. ان احنا عندنا طبعا بالتاكيد نسبه اميه عاليه. بعتبر على الاعلام الخاص، بعض القنوات في الاعلام الخاص عشان خاطر تروج والدرس كله انه ما بيبصش لبعض البرامج فيه. ده حضرتك اللي هو السبب الرئيسي. احنا عندنا محور اميه. انا بنادي بالقنوات الخاصه رفقا بالشارع المصري، رفقا انت حضرتك دورك كبير جدا، انك انت كاعلام بقى انك انت تدخل البيت. وده يعني ده احنا يعني مجتمع مسيحي ومسلم والشخصيه، ودي مشاكل بين الافراد مع بعض. الحديثه دلوقتي ان اي حد جدا ممكن اي خبر يقول ان في مشاجره داخل جامعه المنيا ما بين فلان وفلان، والحق واجري بسرعه، وممكن يعني نقول في مصر الناس متربصه بيها هذا التربص من بعض الخوارج ومن بعض الناس اللي هم مش رايدين لمصر الخير. دي بيستغلوا. الناس بدأت تفهم كويس جدا ما هي هذه اللي وراها مين بالظبط، اللي بيأججها مين بالظبط. ودي حصلت يمكن في قريتنا احنا شخصيا، يعني حصلت بعض المشاكل الصغيره. الدكتور ناجي داوود اسحاق، بتتفق معايا ان وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي بتشير ومن في خطط وفي اساليب غير تربويه. انا لو اتكلمت الوقت من ضمن النظريات الحديثه عندي في حاجه اسمها علم نفس الطاقه. ممكن اشتغلت انا عادل مع الدكتور عادل بيفكر في حاجه، حضرتك بتفكر في حاجه ممكن تنتشر ليا. انا ممكن اشوف مثلا بنشر فتنه، بنشر موقع، حول الفكر بتاعي الى سلوك جماعه. انا ممكن اشوف جماعه كده متجمهرين في اي مكان، ماشيين في مكان، تلاقيني طلعت من غير مدري، من غير ما سلوك جماعي، بمشي منقض في اماكن ما اعرفهاش. ولكن من هذا المنطلق يمكن انا باكد على ان الاعلام بركز ليه دور كبير جدا، ان لابد ان احنا نهتم بالموضوعات الخاصه بالطوائف، بيصور له ورق والاجندات وهكذا. يوم كان في رمضان بيصوم يقول لي اقعد كل بتاع، اقول له لا انا بصر بمسافرين بقعد لبعض الفطار ونفطر مع بعض. لما كان يبقى عندنا هذه النماذج من الوحده الوطنيه الموجوده مش في جامعه المنيا بس، لا موجوده في كل صعيد مصر وفي كل مصر رغم انف الحاقدين. نرجع لكم بعد الفاصل. ونقول والاشعار الجميله اللي قالها لنا والله اكبر اللي كانت سر. احنا كان عندنا كان اكبر محل
تجاري في شرق النيل في قاره نصريه بمعنى صح. وكان اللي واقف في المحل دوا رحمه الله عليهم دول كانوا واقفين مع والدي وقفه كويسه جدا، وكانوا بنفس الكلام. انا كنت بروح بقى ابويا مثلا لما يجي يجيب حاجات زي كده، بيجيب لبس مثلا ليا لازم يجيب لبس لابن عم يوسف، وليه لازم يجيب لبس لابن عم ابراهيم صادق. لازم الحاجات دي وتنشئه برضو دي بتاثر. ايضا برضو انا بطلق مبادره من تلفزيون شمال الصعيد ان مفيش حاجه اسمها جمعيه شباب المسيحيين وجمعيه شباب المسلمين. انا شخصيا بروح جمعيه شباب المسيحيين وبقعد هناك، الاخوه في جمعيه شباب المسيحيين بيروحوا جمعيه شباب المسلمين وبيقعدوا هناك. يبقى على ايه الاسماء دي؟ يمكن لو الانطلاقه من المنيا ان احنا يكون عندنا جمعيه الشبان المصريين سواء المسلمين. لك انت خيط وانا خيط نبني بيه او نرسم بيه احلى بيت، بيت مش مصنوع من الايادي او حجاره سيراميك او حتى ورق جرانيت، بيت مصنوع راعى بدمهم. دموع ام مريم كانت ماليه الجلباب، ولحظه الفرج واتولد المولود مسكت ام مريم ومحمد وامها وقالت له هي دي مصر ام الاديان، مش عايزين نقول مسيحي مسلم زي ما قال دكتور عادل مبادره انا مصري، انا مصر ومصر هي امي. ويمكن من الاساليب الخطا ان اعتقد ان هو صح، والفكر هو بيعتقد ان هو صح، لكن لابد ان احنا ندخل برامج موديفيكيشن تعديل. طبيعه الانسان بطبيعته بالفطره طيب على فكره. انا لما بشوف كل اتعلمت من العقيده والسنه ست فقيره دخلت الجنه بسبب انها اطعمت ايه؟ هره. شوف بتعلم اديان، الدين حلو لكن سوء التاويل والتفسير بيعمل الحلوه والمره. احنا بنعيش على الحلوه والمره، هي دي مصر، هي دي مصر ان شاء الله يا دكتور. واحنا من خلال دعوه حضرتك بنوجه الدعوه مصريين ونكون مبادره وتنطلق وتكون سنه حسنه على مستوى الجمهوريه. بعد اذن حضرتك يعني الكنيسه ما تعملش نشاط لوحدها، تعمل نشاط بتضم فيه برضه بعض المسلمين. يبقى في تنبيهات كده حضرتك من الايه ده كلام انت بتحط بذره الفتنه من البدايه، وبالتالي انا من يعني ان هو يكون مشاهدينا الكرام من القلب الى القلب، والله من القلب فعلا. وده موجود على ارض الواقع. الا بقى حضرتك انت بقى بالطريقه وبرضه نصيحه برضه للشباب ونصيحه لجميع الشعب المصري، ما تبصش للقنوات الخاصه كتير جدا، خليك مع القنوات الحكوميه، خليك مع القنوات اللي هي مصري. كلنا مصريين وكلنا هنبني. احنا بنتعامل في الجامعه كده، احنا بنتعامل في الجامعه كده. الطالب قدامي مسيحي مسلم والله ما ببص طالب، هو طالب. احنا لان احنا من جوانا بيتعامل سواء كان اخ دكتور مسيحي او دكتور مسلم، بيتعامل الطالب ده قدامنا طالب مصري دون النظر للديانه ولا العرق ولا بتصير بعض الاشياء. ولكن انا باكد ان احنا مصر هي امي. في مصر بالذات يعني في خطط وفي فتن. كان شيخ كده مثلا بيقوم لواحده مسيحيه، شوف قمه الحب والتواضع. هو ده الدين الصح. تعاونوا على البر والتقوى، مش على الاسم والعدوان، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. قرآننا علمنا عادل. لا احنا كمصريين احنا الدين بيحسنا على الحب والتعاون. ولكن باكد من هذا ما يجيش واحد. احنا لو شفنا مثلا في دراسه عملتها، يمكن اغلبيه الفكر المتطرف بيجي من اكتساب معلومات عن او من الكنيسه. ما تاخدوش من المصادر اللي ممكن تكون ليها اهدافها الاساسيه. احنا هدفنا الاساسي ان احنا نبني مصر، نطور. عايزين ناخد الفكر الاوروبي في الحياه. يمكن لما راح الدين الاسلامي، هو الدين الاسلامي في مصر على فكره هو الواقعي. في ناس يعني ناس الدين الاسلامي في مصر صح، الدين الوسط على فكره هنا والمتدينين والشعب انت حضرتك دلوقتي لو اعطيتنا عربيه قلت لي هتاخدها جاهزه من هذا البرنامج، بس شرط اساسي انت تسوقها لحد ما غيرها. 3 حاجات اساسيين. انا بعلم الطالب او الطفل اللغه. تاني حاجه بنمي عنده الذكاء. تالت حاجه العلم. انا عندي لغه، والعلم بقى اللي هو نقول يعني مع طبقنا حي على الفلاح هننجح جدا. ايه راي حضرتك؟ طبعا بالتاكيد. طبعا حي على الفلاح دي فلاح النجاح. يعني الحاجات الدين المسيحي برضو الدين اليهودي كديانه مش كصهيونيه. لا كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا لا نفرق بين احد من الرسل. وبالتالي بنؤمن بالديانه المسيحيه وبنؤمن بالديانه اليهوديه وبنؤمن بالديانه الاسلاميه، سواء كان مسيحيين. مش عايزين نسمع كلمه مسيحيين ومسلمين تاني، عايزين نسمع كلمه
مصريين برضه بنحازي من الشعب المصري لان مصر مستهدف طبعا. لان في ناس غصب عنها في نسبه اميه بينصب ناقص المسيحيه في حاجه، بس هو وكامل لما في ناس مسيحيين بيسلموا، في ناس مسلمين بيتنصرنوا في بره، وبالتالي يعني مع تطور في المدارس اعمل مقرر، ويا ريت يكون من هذه المبادره من هذه الجامعه من جامعه المنيا مبادره يكون اسمه جوده الحياه. احنا مش عايزين الحياه، احنا عايزين جوده الحياه، نوعيه الحياه، ان انا كيف يبقى في وحده وطنيه، في اتحاد الهلال مع الصليب في اسلوب ايجابي. فكر كان بيسمع قناه الصعيد